المشاهدين في البيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا ما يقطع لنا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. ده رامز جلال المهايبر، وانا بمنتج الفيديو اتعديت منه وقررت اني افضح رامز جلال واخليه على حقيقته يبان وانتقم منه للناس، وعلى راي المثل يوضع سره في اضعف خلقه. على مدار 14 سنة ورامز بيطلع لنا في رمضان كل سنة، بتفرج عليه وانا بنتي ما كملتش السنة، دلوقتي بقت عروسة وعندها 14 سنة. رامز جلال بيحب اصحابه جدا ومخلص ليهم، تقدر تقول ان هو صاحب صح، كل اللي بيحبه اكتر بيبهدله اكتر. بقى دي صحوبية دي؟ يا ولد انا كنت هضيع. انا بحب اصحابي. ايه ده؟ الحمد لله على السلامة واسفين على الرخامة. واموت واعرف السر الخطير ورا ان مها احمد ضيفة رامز على مر السنين. مها احمد طلعت في 7 حلقات مقالب من بتوع رامز، اشك ان هو نفسه عارف الرقم ده. رامز ما اداش فرصه لزمايله المغنيين وقرر ان هو يغني كل اغاني التترات بتاعه البرنامج بتاعه من غير ولا شعوذه ولا سحر. المره دي هشق التل يا ابني، انا نبي ازرق وما عنديش نظام. كوبري فاتح درعات وحضرتك اهلا بيك كف رجليك. غير كل اللي يغير في السما في الارض جاي لك، خد بس تعالى عايزك. رامز على مر السنين شكله اتغير واتطور كتير بعد ما الفلوس لعبت في ايديه وعمل شعره بومبي. من اللحظة دي الوضع اتغير، دخلت بحالة وخارج بحالة. دلوقتي مرحلة الترند. شاطر شاطر شاطر، برافو عليك. في حد يطلب بريك ملوخية هيتف في وشي. حتى الترتر الاحمر ما سابوش. ما دامه اعلى مشاهده معناه انه ناجح غصب عننا، حتى لو لابس ترتر. رامز بعد ما اتفقس والناس هرشته اتنكر في اشكال كتيره قوي عشان يسبق لعبته. حجيبك حجيب. رامز نيفر اند. حتى الرياضيين قضى على صحتهم وحلف على اصابتهم وما سابهمش في حتتهم. لا ابن اللعيبة. كلمني عن نفسي. اضحك مننا. اللي عندها بيعور. بعد ما خلص على المصريين دخل على الاجانب ونبهم من الحب جانب، واتفضحنا على مستوى العالم ومحدش طلع من ايده سالم. Today we will make our history. بص النظرات يا جماعه. راجلك يا ملك الراي. لا كيف عملتوها؟ ايه ده، انت اتعديت ولا ايه؟ انطونيو. والسنه دي قال عامل نفسه مصلح اجتماعي. لازم تتعاونوا، انا عارف ان انتوا مش بتطيقوا بعض، بس طول الرحلة دي لازم تتعاونوا. ناس بتشتم رامز طول الوقت وناس كتير بتستناه من وقت لوقت، وانا مها بتحدى رامز دلوقتي.